ويلا. انا بس عايز حد عاقل يفهمني يعني ايه نوع حلويات نجح النجاح الساحق الماحق ده، ومش موجود غير 30 يوم بس. هو يعني بيحتاج 11 شهر عشان يتخمر، ولا هما بيعطشوا السوق؟ انا عايز حد يفهمني يا جدعان. يعني القطايف مزعلتناش في حاجه. جايه معاك مكسرات ماشي، جايه معاك مهلبيه ماشي، هتاكلها حاف ماشي، ما بتزعلناش في حاجه. ليه بقى بتختفي وما بتظهرش الا 30 يوم في السنه؟ المكسرات دي كمان تفضل طول السنة مرمية قدامك ومحدش بيقرب لها، وأول بس ما تشم إن احنا داخلين على رمضان تحس إنها قلبت فرعوني فجأة، ويبقى اسمها يميش. مش فاهم ايه الفكرة يعني. لا وكمان بتغلى. ولا التمر بقى، اوعى وشك، هما دول يومين بقى. ساعتها تحس إنه بيقلب ابن ناس فيها. فجأة كده تلاقي الأضواء اتسلطت عليه وبص يقلب الدنيا فيها، ويغلى بقى ويعيش يومينه. يكون اسمه بلح زغلول بقى اسمه صوابع روبي وصوابع زينب ويعدي. ولا المشمش بقى، يا خراب على المشمش، يفضل طول السنة اسمه مشمش، وأول ما هنحس إن احنا خلاص داخلين على رمضان يعلن إسلامه فيها بقى ويبقى اسمه قمر الدين لو يتنك علينا. ولو قلت له مشمش يقفش، ونقعد نصالح ونهادي ونطبطب. يا جدعان سيبوا كل حاجة على ما هي، محدش يجنني، أنا حافظ الأسماء بالعافية والله. صحيح بقى قبل ما انسى، نخش على الكشري. تحس ان الكشري محرم في رمضان، بيفطر مثلا، مش فاهمين. محدش بياكل كشري في رمضان، حالات الكشري بتقفل صيانة. انصحك نصيحة بقى لوجه الله، ما تعديش من اي شارع في حلواني بدل ما تاكل لك بلحية شام في عينك ولا حاجة اسلم. لو بتحبش الدم والعنف خرم بعيد عن الحلويات. فيعني خلي بالك يعني من الموضوع ده كويس. وفي نهاية حلقتنا ما تنساش تصلي على النبي، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس.